فيه دعاء عظيم، عظمة بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كما قال الجاحظ أوتي جوامع الكلم، وكما ذكر عنه أنه أوتي العلوم الأولية والعلوم الكلية والعلوم العلوم الأخروية. فقد أوتي من العلم ما لم يؤته غيره، وأوتي من البيان ما لم يؤته غيره، وأوتي من الفصاحة ما لم يكن عند غيره. ومن رام الفصاحة عند غير النبي لم يجدها. كان سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول له: يا رسول الله، إننا نراك تكلم العرب بلغة لا نعرفها، فمن أين لك هذا؟ فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ولعل هذا المعنى، وإن كان الحديث قيل في متنه ما قيل ولم يكن صحيحا، وإنما المعنى ها هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فصيحا، ومن رام البلاغة فليأخذها منه. وقد وضع الرافعي رحمه الله كتابا حول إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكنه كان فصيحا فصاحة لم تتأتى لأحد غيره. وإذا خطبت، يقول شوقي: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندية وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا حكمت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء. فهو صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، وكان يقول: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وربيت في بادية بني سعد. فكان أفصح الناس لسانا، وأحسنهم بيانا، وأقواهم حجة، وأمكنهم معنى، وأثبتهم علما. فكان له هذه الخصائص التي لا توجد لغيره. ولهذا حينما نسمع الدعاء: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول لله تعالى. فهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ القمة في هذا النص الذي ذكرناه وسمعناه، إنما هو نص صحيح، وهو واضح الدلالة، ودعاء إلى الله تعالى يحمل معنى التعظيم لجلال المولى ومقامه، ويريد أن يلتجئ إليه من سخطه وعقوبته وغضبه، وأن يكون في حماه. وهذا هو المعنى العام. لكن ها هنا كأنه يؤصل لنا حكما، وهو أن السيدة عائشة كانت موجودة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام الغرفة صغيرة، الغرفة كانت صغيرة، سقفها لم يكن عاليا، حجرة السيدة عائشة، فكان يقوم الليل وهي مضطجعة. فقالوا بأنه يجوز القيام، والمرأة موجودة، الزوجة تكون موجودة أمام الرجل أو بجنبه وهو يصلي لربه، لا يمنع وجودها أن يصلي لله تعالى وأن يتعبد. وهناك أمر ثاني، هو أن هذا الأسلوب من المخاطبة لله تعالى يحمل معنى الخشوع والتذلل والانكسار لله رب العالمين، حتى يكون الإنسان قريبا من ربه. هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ها هنا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى، يستعيذ برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته، وبه منه، وبك منك. ويقول: أنا عاجز لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع أن أصفك. لا يصف الله تعالى حق الوصف إلا الله، هو الذي يعلم ذاته
ولا يمكن للبشر مهما أوتوا من الفصاحة والبلاغة والقدرة أن يثنوا على الله تعالى بما هو أهله. فقال: لا أحصي ثناء عليك أنت يا ربي، أنت يا الله، كما أثنيت على نفسك. أنا لا أستطيع أنا بشر ضعيف مهما كانت بلاغتي وفصاحتي، أنا لا أستطيع أن أثني عليك إلا كما أثنيت على نفسك. ها هنا يقول: أعوذ برضاك من سخطك. الرضا قالوا بأنه تعلق الإرادة بالثواب. إذا كان الإنسان يطلب الرضا فهو إرادته أن يكون طالبا لثواب الله، والله تعالى إذا رضي عنك فإنه آنئذ يفتح لك مجال القبول ويعطيك ثوابه وأجره ويشرح لك صدرك ويحيطك بعفوه ورضاه. والعرب قديما كانوا يبالغون أحيانا، كما قال الشاعر الأموي، قال: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. هذا رجل يقول عن قبيلة يريد أن يرفع شأنها، فيقول: إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضابا. فكيف إذا غضب عليك الله؟ إذا غضب الله عنك فكيف يكون حالك؟ إن الإنسان إذا غضب عليه الله فإنه ستضيق عليه الدنيا بما رحبت. ولهذا الرضا يتعلق بالثواب. والسخط: أعوذ برضاك من سخطك، لا سخطك كما ينطقه بعض اللغويين. فقالوا السخط إنما يتعلق بالعقاب، هذا يتعلق بالثواب الرضا، والسخط يتعلق بالعقاب. فيقول: يا رب اجعلني في رضاك ولا تجعلني فأثاب، ولا تجعلني في سخطك فأعاقب. هذا هو المعنى، أن تجعلني في رضاك فأكون محصنا للثواب، ولا تجعلني من المسخوط عليهم المغضوب عليهم فينالني العقاب، لأن المسألة هنا تؤخذ. وبمعافاتك من عقوبتك. قالوا إن المعافاة تعلق الإرادة بالسلامة، لأن السلامة إنما هي العافية، فيكون الإنسان يطلب أن يكون في جناح السلامة أو ممن يسلم، فيقول بمعافاتك، تعلقه بالسلامة. من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك. قالوا العقوبة تتعلق بالعذاب والمحن والفتن التي تكون للإنسان ويصاب بها، فهو يطلب من الله تعالى أن يكون في الرضا، وأن يكون في المعافاة السلامة، أن يكون مرضيا عنه مثابا ومعافا سالما، وأن لا يكون في السخط والسخط كما يعبر البعض، ولا أن يكون في العقوبة والمعاقبة، لأنه آنئذ سيهلك. إذا كانت عقوبة الله تعالى مسلطة عليه فإنه سيكون من الهالكين، أما إذا رضي الله تعالى عنه فإنه سيكون من الناجين. ولعل الإمام أبا بكر بن العربي رحمه الله في كتابه القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، كتابه المسالك أيضا في شرح موطأ الإمام مالك، كان يقول بأن النبي ها هنا في انتقاله لما قال: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، قالوا ها هنا انتقل من مقام إلى مقام وترقى، فهو ينظر إلى ما يضره. في البداية كان السخط، ثم طلب المعافاة والنجاة منه، ثم ذهب إلى توصيف الله بتمام الكمال، فقال: وأعوذ بك منك، أي ما يغيب عني لا أستطيع أن أصوره، لأن المسألة في المتقابلات سهلة. هذه المتقابلات الموجودة هي الرضا مقابل السخط، والمعافاة مقابل العقوبة، لكن مع الله تعالى الله واحد بجلاله وكماله،
فلا يمكن أبدا أن تلتجئ إلى غيره، لا يمكن أن تلتجئ إلى غيره ليحميك من جلاله أو من عقوبته أو من انتقامه. فأنت لا يجب عليك إلا أن تلجأ منه إليه، لأنه آنئذ تعلم بأنه لا راد لقضائه ولا معقب لكلماته، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. فهو سبحانه وتعالى العظيم بجلاله. لا تشكون، يقول الشاعر، يقول لا تشكون إلى الخلائق، إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. وقد قالوا الشكاة لغير الله مذلة، ومن شكا المخلوق إلى الخالق فإنه ينصره، أما من شكا الخالق إلى المخلوق فإنه أساء وخرج عن المألوف وعن الأصل، فلا يجوز له أن يشكو ربه إلى البشر. حتى حينما يصاب الإنسان بفقر أو مرض أو مشكل من المشاكل أو فتنة من الفتن لا يجوز له أن يشكو. والصالحون كانوا لا يشكون. وقد ورد أن سيدنا جبرائيل عليه السلام لما رموا إبراهيم عليه السلام في النار، لما أوقدوا له نارا عظيمة ورموه من بعيد بالمنجنيق، وجاءه جبرائيل قال له يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. قال له أشكو إليه؟ قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فها هنا علمنا سيدنا إبراهيم أن الشكاة إلى الله. هو لم يشكو حتى لسيدنا جبرائيل عليه السلام. قالوا له هل لك حاجة؟ يعني أنا أقضيها لك. قال له أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. وهذا هو المنطق الذي يجب أن يكون موجودا. وبك منك، أي أعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت يا ربي كما أثنيت على نفسك. ها هنا يقولون بأن القرآن الكريم ترقى في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا مرة، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وبعضهم يفسر طه أي يا عبدي أو يا رجل أو يا نبي أو يا رسول أو يا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا. وبعضهم يقول بأن من الحروف المقطعة التي ليس لها معاني، كما يقول بعض المفسرين الله أعلم بمراده. الألف لام ميم وألف لام راء ونون وقاف وطاء وهاء، هذه وكاف يا عين صاد، هذه لا يعلمها، يقولون لا يعلمها إلا الله. وبعضهم أول معانيها ووجد لها تخريجات، لكن قالوا بأنه هنا يخاطبه الله تعالى، ولكن الخطاب فيما بعد، قرينة الخطاب موجودة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فالخطاب هنا صحيح والدلالة فيه واضحة للنبي عليه الصلاة والسلام. أما طه فتبقى في التأويل. وقالوا إنه لما قال له يا أيها المزمل يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقالوا ها هنا كأنما يلاطفه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا علي لما رآه على التراب فوق تراب قريب من الكعبة، الأرض القريبة من الكعبة، كان رآه في ظلها وهو يجلس على الأرض على التراب، فقال له قم يا أبا تراب. قم يا أبا تراب أي وصفه بالوصف الحالي الذي كان موجودا فيه، حالته التي كان موجودا فيها. فكذلك الله تعالى وصف نبيه حينما قال زملوني وقال دثروني. فلما قال زملوني، والتزميل والتدثير هو لباس الشيء حينما يبرد الإنسان يريد شيئا يغطيه فيرفع له حرارة الجسم،
فقال زملوني زملوني، وقد جاء يرتجف من ملاقاته للملك لأول مرة، جاء يقول زملوني زملوني، دثروني دثروني. فقال الله تعالى له يا أيها المدثر، من حاله الذي كان طلبه، ومن حاله يا أيها المزمل من حاله الذي طلبه. فكان هذا كأنه نوع من الملاطفة. وقال بعضهم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. بعضهم قال ياسين ياء وسين، هي عبارة عن الحروف المقطعة. وبعضهم قال يا أيها السيد صاحب المكان والمقام. قالوا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. إنك هنا قسم، أي أقسم إنك لمرسل، إنك لمن المرسلين. فها هنا أيضا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام بما يرفع له شأنه. وقالوا إنه في القرآن الكريم ما أقسم بحياة بشر، ولكنه أقسم بحياته لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وما أقسم بعمر أحد أبدا، ولكنه أقسم بعمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال بأنه أيضا أقسم بغبار خيله في الجهاد. قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قالوا هذا قسم بغبار معركة غبارها من أرجل فرس النبي عليه الصلاة والسلام أو جواده. فقالوا هذا موجود. ها هنا يعطينا التعظيم والمقام والمكان الذي كان له للنبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى جعله مستجاب الدعوة، وقربه تقريبا ورفعه مكانا عليا. ثم يقال أن السيدة عائشة لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من تهجده قال لها يا عائشة أأخذك شيطانك؟ وكأنما شكت، هي كان نائما فما وجدته في نومته، فلما تحسست رجليه وضعت يدها على رجله. فقالوا بأن النبي لما انصرف قال لها أخذك شيطانك، يعني شككت، والغيرة هكذا تقع من النساء. وقالت له السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أولك يا رسول الله أولك شيطان؟ قال لها نعم، كل له شيطان إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم. ولكن المعنى ها هنا موجودا. فابن عبد البر يقول إن مساس سيدة عائشة رجلي النبي لأنه كان الظلام، الغرفة صغيرة، فأرادت أن تتحسس هل هو موجود أو ليس بموجود، فإذا بها تمس رجله. قالوا إن ذلك المساس ما نقض وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أكمل تهجده إلى نهايته. وقال لها أخذك شيطانك، يعني أنك شككتي. وربما قال بعضهم أنه في نص يقال أنها ذهبت إلى أن مست شعر النبي عليه الصلاة والسلام، مسته لعلها تجد فيه ماء من أثر غسل. فقال لها النبي هذه الكلمة، قال لها أخذك شيطانك. وهذه مسألة موجودة في النساء، الغيرة موجودة في النساء من شدة المحبة. السيدة عائشة كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا كبيرا لا يوصف، ولهذا كان منها هذا المعنى. فالنبي ها هنا دعا الله تعالى، تبتل إليه، خشعت جوارحه، خاطبه بما يليق بجماله وكماله وجلاله، وبالتالي علمنا ما نقول في التهجد. فكان ذلك من بركة هذه النصوص التي تأتينا رواية صحيحة دقيقة لا ريب فيها. هذا ما يمكن أن نقوله في هذا الحديث. سنقف على الحديث 32 لجمعة قابلة إذا كتبت لنا الحياة. نسأل الله أن يوفقنا إلى الخير، وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من المقبولين المستورين في الدنيا والدين،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.